لقينا خبر مزعج جدا، حادث كبير تعرض ليه صديقنا وحبيبنا الفنان أحمد سعد. هو وأسرته كانوا في عربية وتعرضوا لحادث يعني فظيع. الحمد لله ربنا ستر. معانا صديقنا واخونا أحمد سعد يكلمنا عن هذا الأمر. أهلا يا أحمد وحمد لله على السلامة يا حبيبي. قلبي الله يسلمك، ويعني دايما كده نبقى معاك في الفرح بس وما نشوفش حاجه وحشه ابدا يا حبيب قلبي. ايه اللي حصل يا احمد؟ ايه الحكايه؟ حصلت ازاي؟ والله انا يعني هو يعني اكتر من حصلت ازاي، ان انا كان بقالي مثلا 3 شهور مستني بجيب عربيه جديده، وجبت العربيه طالع اجربها بس يعني لسه العربيه حتى ما نقلتهاش باسمي. يا نهار ابيض، انت بتجرب العربيه؟ كنت بجرب العربيه، ما يعني عملتش حاجه. يعني انا اعرف ان اللي بيدي عين ده بيديها بعد ما تشتريها، انما ده لا يعني لا، العين بتيجي قبل الشراء كمان. في عين استباقيه الجديده دي لا اسالني انا، لا في عين قبل وعنيه كمان. لو انت قاعد قلت على فكره انا عايز اشتري عربيه فتتخبط بعد ما تجيبها على طول. والله الحمد لله انا يعني اعتبرت ان انا كنت لسه راجع من الحج وكده، وربنا بيشوف بيختبر اخلاقي، فالحمد لله انا رحت يعني قلت يعني الله جاب والله اخذ يعني، والحمد لله. بس هو كان بس معايا الاسره والولاد والاطفال الصغيرين، وعربيه نقل طيرتني. فانا مع يعني هو خبطك ازاي يعني معدي جنبك من وراك؟ بعمل يوترن كده، فاهم قصدي؟ وهو جاي بسرعه برضو يعني مش شايفني يعني، معرفش يدي فرامل، بس هو راح يعني انا كنت يعني او انا واطي، او مش انا واطي شخصيا يعني، انا لا 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 العربيه انا فاهم. ايوه فراح دخل فيا في وش العربيه. المهم انا زعلت جدا ان الاولاد والمدام الحمد لله طبعا ان هم بخير، بس اتخطوا خطه شديده يعني. وانت رايح تجرب العربيه بالمدام والعيال كلهم؟ جرب لوحدك يا اخي. ما اعرفش ان انا هقع من فوق كوبري.